انا بتمنى تشكيلة تانية هتكون افضل. يعني انا شايف من وجهة نظري الماتش هيكون متقفل جدا على الاهلي. هيكون متقفل جدا علشان النادي الزمالك مؤخرا يعني عنده مشاكل كتير، عنده مشاكل في اوضه اللبس، عنده مشاكل اداريه، عنده مشاكل المدرب مش لسه جديد، مشاكل مع اللعيبه مش عارف يجدد لها. ففي مشاكل كتير، كمان هو تالت دوري، كمان هو اخر ماتش لعبه متعادل مع بتروجيت بالعافيه. اعتقادي ان بيسيرو مش هيضحي كمان، مش هيجازف كمان بماتش الاهلي. يعني لو خسر ماتش الاهلي هيكون الموضوع بالنسبه له خلاص، يعني الدنيا كده رايحه في داهيه اكتر ما هي رايحه في داهيه. فانا اعتقادي ان هو هينزل يلعب على التعادل الماتش ده. اعتقادي هينزل يقفل خالص، كل لعيبه فريق الزمالك هتبقى في نص ملعبها، يعني هيلعب على المرتدات، جاب جون جاب ما جابش هو مش خسران حاجه، هي كده كده خسرانه معاه. فانا اتعادل وادايق الاهلي واخسره نقطتين، وتبقى دي كمان في صالح بيراميدز، عشان لو بيراميدز فاز الماتش الجاي هيكون فارق عن الاهلي كمان ب3 نقط. ده حاطط ضغط على فريق الاهلي اكتر، ان هو عنده اللي يبكي عليه وعنده اللي يخسره وعنده منافسه على الدوري. انما الزمالك ما عندوش اللي يخسره، ما عندوش اللي يبكي عليه. اوريدي هي الدنيا كده كده خربانه. انا هعتمد على ان انا ما اخربهاش اكتر، انا هعتمد على ان انا احاول انقذ ما يمكن انقاذه. فبناء على الكلام ده، التشكيله اللي هو انا متوقعها اللي انا قلتها من شويه، التشكيله دي هيكون